دخل علي بن أبي طالب المقبرة فسلم على أهلها وقال: يا أهل المقابر، أما بيوتكم فقد سكنت، وأما نساؤكم فقد تزوجن غيركم، وأما أموالكم فقد قسمت. فقال علي بن أبي طالب: هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم يا أهل المقابر؟ ثم نظر سيدنا علي بن أبي طالب وقال: والله لو أجابوا لقالوا إن خير الزاد التقوى. إذا وقفت على المقابر فتذكر أن فيها الشاب والهرم والغني والفقير. أين خدامهم؟ أين حجابهم؟ أين حاشيتهم؟ أين القصور من تلك القبور؟ تذكر أنه لم يبق لك أب حي بدأ بسيدنا آدم عليه السلام وأنت لاحق به. لا تقل غدا غدا، فلعلك لا تدرك غدا، ولا تدري متى إلى الله تصير. قف على المقابر يوما وعد الموتى كيف يدخلون ولا يخرجون، وتأمل في من فارق الأحباب وما يحب فراقهم، ومن سكن التراب ولا يحب سكناه. لا تنم من غير وصية، وإن كنت على صحة من جسمك. تذكر دوما أن الموت أيضا عليك كتب، وأن من تشيعه اليوم غدا به تلحق، وكلنا إلى الله راجعون. تذكر أنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، وهو عملك، وليس أمامك إلا جنة أو نار. تأكد أن كل يوم يمضي ينقص من عمرك يوما، فإذا جف القلم لا ينفع الندم. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.